مستنية ايه عشان تبدأي؟ كل يوم بيعدي من غير ما تتحركي هو فرصة ضاعت، فرصة انك تكوني اقوى، اسعد، اهدى. يمكن فات وقت عليكي وحسيت انك اتأخرتي، بس خليني اقولك انك عمرك ما اتأخرتي. البداية الجديدة مش محتاجة عمر ولا محتاجة وقت معين. البداية الجديدة محتاجة قرار، والقرار ده في ايدك انتي دلوقتي. ابدأي بداية جديدة مع نفسك، سامحيها على اللي فات واحضنيها زي ما بتعملي مع أقرب حد ليكي. ابدأي بداية جديدة مع صحتك، جسمك ده هدية من ربنا، يستاهل انك تهتمي بيه وتحافظي عليه. ابدأي بداية جديدة مع علاقاتك، اختاري تبعدي عن الناس اللي بتهد طاقتك وتقربي من الناس اللي بتشجعك وتدعمك. ابدأي بداية جديدة مع حلمك حتى ولو بخطوة صغيرة. المهم انك تتحركي وما تقفيش في مكانك. انا عارفة ان التغيير صعب وأول خطوة بتكون تقيلة، لكن اسألي نفسك لو ما بدأتش دلوقتي هتكوني فين بعد سنة؟ نفس المكان، نفس التعب، نفس الإحباط. طب ليه؟ ليه تسيبي عمرك يروح من غير ما تجربي حتى على الأقل؟ النهاردة فرصة جديدة، صفحة جديدة، وانتي بس اللي تقدري تكتبيها. خدي نفس عميق وقولي أنا استحق أبدأ بداية جديدة وأقدر أعملها. اوعي تستني بكرة، البداية الحقيقية مش في بكرة، البداية دلوقتي. بدأت ترجعي تتصالحي مع نفسك ولا لسه؟ البداية الجديدة مش إنك تغيري حياتك كلها في يوم واحد. البداية الجديدة إنك تقفي مع نفسك وتسامحيها. سامحي نفسك على أخطاء فاتت، على قرارات ما كانتش موفقة، على لحظات ضعف، وقولي جواكي أنا استحق أبدأ من جديد. صدقيني، اللحظة اللي بتسامحي فيها نفسك هي أول خطوة لطريقك الصح. يلا ادي لنفسك فرصة من النهاردة، فرصة تغيري بيها حياتك. وعايزة أسألك سؤال، بدأت تفكري تاني في الحلم اللي كنتي فاكراه مستحيل؟ كل واحدة مننا عندها حلم اتحط على الرف بسبب الظروف أو الناس اللي قللت مننا. بس البداية الجديدة بتبدأ لما ترجعي تبصي للحلم ده وتقولي له أنا راجعة ليك من تاني، حتى ولو بخطوة صغيرة، حتى ولو بمحاولة واحدة. المهم إنك تتحركي. ادي لنفسك وعد إنك مش هتسيبي حلمك يتنسي. دي بدايتك الجديدة. بداية جديدة معناها إن صوتك الداخلي يبقى مشجع بدل ما يكون محبط. قولي لنفسك أنا أقدر، أنا استاهل، أنا عندي فرصة. الكلمات اللي بتقوليها لنفسك بتبقى زي طاقة بتقود يومك كله. جربي النهاردة تبني لنفسك طاقة إيجابية بالكلمة الحلوة، هتشوف الفرق بنفسك. طب قوليلي، بدأت تستني بكرة علشان تتغيري؟ البداية الجديدة مش محتاجة وقت مخصوص. البداية النهاردة، في اللحظة اللي بتقرري فيها تبطلي تأجيل وتتحركي حتى ولو بخطوة صغيرة. خليكي عارفة ان كل بداية كبيرة في الحياة بدأت بخطوة صغيرة اتخذت في يوم عادي جدا. انت تقدري تبدأي دلوقتي.